ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل العجينة القمر اللي انتوا شايفينها دي. النهاردة حاجة حلوة بإذن الله هتعجبكم. عندنا هنا المقادير: نص كيلو دقيق، وعندنا دي مية دافية، كوباية ونص مية دافية، ودي الكوباية اللي انا بعاير بيها يا جماعة. ودي خميرة بيرة زي ما اتفقنا، دي حوالي 16 جرام. وده 2 معلقة كبيرة سكر، وده ربع كوباية زيت. وهنا اللي حابب يستعمل خميرة فورية يبقى معلقة كبيرة خميرة فورية. وديت فانيليا سايلة، حطيت نقطتين. اللي حابب برضو يستعمل فانيليا بودر ماشي. وعندنا ده 3 معالق كبار لبن بودرة. هنقلب كل المقدار ده مع بعضه علشان السكر يدوب. وبعد كده هنبدأ نجيب النص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وهنقلب كل المقادير على بعضها علشان معلقة البيكنج باودر تتوزع مع الدقيق كله. وهنبدأ هنا نضيف الدقيق على السائل بعد السكر مداب. اهو يا جماعة، هنحط نص مقدار الدقيق الأول، وبعد كده نقلب لحد ما السائل يشرب الدقيق كله. وبعد كده هنبدأ نحط باقي الدقيق. والكمية دي يا جماعة عملت لي صينيتين، وهتشوفوا دلوقتي في آخر الفيديو. هنحط باقي الدقيق كله كده، وبعد كده هحط معلقة خل كبيرة علشان دي بتساعد على هشاشة العجين زي ما اتفقنا، وبتخليه قطني وأبيض من جوه. اهو يا جماعة كده بقى هبدأ ان انا احط ايديا علشان اتفقنا ان ايديا هي بتحس بملمس العجينة. احطها في المرحلة دي لحد هبدأ اعجن لحد ما العجينة تلم من الطبق كله. اهو يا جماعة انا عايزة عجينة ناعمة وعلشان تدينا في الاخر نتيجة كويسة. العجينة دي يا جماعة ما بتبقاش قاسية، بتبقى عجينة طرية بتلزق في الايد، بس مش بتلزق جامد زي ما اتفقنا في كذا عجينة انا عملتها معاكو قبل كده. هبدأ كده ان انا اقلب اهو لحد ما تسيب الطبق كله من العجين كله ويبقى نضيف. وبعد كده هبدأ اهو يا جماعة الطبق بقى نضيف خالص اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا اللي متابعني عارف ان انا بحب الم باقي العجينة على الرخامة كده علشان في الاخر تديني ملمس قطني وناعم في الاخر. ولازم يا جماعة هنا اخدم العجينة كويس بالنسبة للعجن علشان تديني تعمل لها عرق كده، وفي الاخر النتيجة تبقى مرضية بإذن الله. والعجينة دي يا جماعة انا هعمل معاكم بيها النهاردة حلويات جميلة وحلوة وكل الناس بتحبها، اللي هي خلية النحل. هعملها معاكم بإذن الله. والمقدار ده يا جماعة نص كيلو دقيق هيعمل لي حوالي صينيتين، صينية مقاس 26 وصينية مقاس 24. اللي حابب يعمل صينية واحدة بس يقسم المقدار بتاع العجينة على نصين لو حابب يعمل صينية واحدة بس هي بسم الله ما شاء الله عليها عجينة هشة وقطنية وناعمة وهتحبوها ومش هتبطلوا تعملوها بإذن الله. اهو شايفين انا فضلت اعجن كده لحد ما ادتني عجينة ناعمة وملساء زي ما اتفقنا. اهي بتبقى بتلزق في الايد بس مش قوي يا جماعة كده، سابت ايديا كلها اهي من العجين. هبدأ اجيب الطبق اللي انا كنت بعجن فيه وهحط فيه نقطة زيت، وهبدأ ادهنه كله بالزيت والوش برضو بالزيت، وهحط عليها كيس بلاستيك. واتفقنا قبل كده ان الزيت ده بيعمل ان هو تختمر بسرعة وما تلزقش في الكيس. هنا هسيبها لحد ما تختمر وارجع لكم. اهي اختمرت يا جماعة بسم الله ما شاء الله، ما كملتش معايا بتاع ساعة كده في الفرن. ندفي بس الفرن كده هتطلع معانا بسرعة بإذن الله. هبدأ هنا انزل الخمر بتاعها اهو يا جماعة، وهعملها على هيئة رول علشان اعرف اتحكم ان انا اقطعها قطع اللي انا عايزاها. انا هنا هقطعها بحجم الليمونة كده الصغيرة اهي يا جماعة علشان بعد كده هي
بتنفش اما تختمر مرة تانية. وانتوا دلوقتي هتشوفوا في الصورة وهتعرفوا انا قصدي ايه. علشان يا جماعة خلية النحل بتختمر مرتين مش مرة واحدة، مرة بعد العجن، والمرة التانية بعد ما اقطعها واحشيها. انا النهاردة هحشيها الشوكولاتة الاقتصادية اللي انا عملتها معاكو هنا على القناة. اللي ما شافهاش يدخل ويشوفها. الشوكولاتة اللي هي الاقتصادية انا هحشيها النهاردة بيها. اللي حابب يحشيها مربى، اللي حابب يعملها اللي هي حادقة يحشيها جبنة. يعني اللي متاح عندك واللي انت حباه او ولادك حابينه اعمليه. انا النهاردة هعملها بالشوكولاتة اللي هي قدامكم دي، والشوكولاتة دي يا جماعة انا عاملاها معاكم هنا على القناة. اهو انا قطعتها كلها قد الليمونة. وهنا عندنا صينية مقاس 26 دهنتها كلها بالسمنة من اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين من الجوانب، ودهنتها كلها اهو زي ما انتوا شايفين، والارضية وكلها، علشان بعد كده لما اجي اطلعها تبقى سهلة عليا وتطلع بسرعة. دلوقتي هبدأ بقى هاخد العجينة، بس هاخد من اول واحدة هي انا قطعتها عشان تبقى مرتاحة معايا وتفرد بكل سهولة. هبدأ هي دي الشوكولاتة يا جماعة اللي انا بقول لكم عليها اللي انا عملتها. شايفين القوام بتاعها؟ شايفين تقيل ازاي؟ هفرد العجينة وهحشي فيها شوكولاتة زي ما كده، وهبدأ اقفل عليها جامد. لازم يا جماعة تقفلوا عليها جامد علشان بعد كده ما تفتحش معايا اثناء الخمر. هبدأ اعمل معاكم واحدة تانية اهو زي ما انتوا شايفين. اهو يا جماعة بقفل عليها اهو علشان الشوكولاتة ما تبقاش باينة، علشان لو بانت هتفتح معايا بعد كده وهي بتختمر. هبدأ احط كورة جنب كورة، بس لازما يبقى فيه زي مسافة بينهم كده، زي انا ما بشاور لكم كده. لازما تبقى فيه مسافة بين الكورة والكورة، علشان بعد ما تختمر بعد كده هتبدأ تقفل على بعضها وتضم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الصورة انا قصدي ايه. هبدأ انا اعمل بقى كل الكمية كلها كده، هرصها في الصينية واخلص الصينية، وبعد كده هقول لكم على الخطوة اللي بعد كده. انا بقول لكم يا جماعة يعني انتوا جربوا العجينة دي بإذن الله هتعجبكم، وخلية النحلة هتبقى جميلة وهتعجب الاولاد بإذن الله. وعايزة منكم دعوة حلوة واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وان شاء الله علشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. اهو يا جماعة شايفين انا خلصت الصينية الاولى دي، وبعد كده هعمل تاني صينية، بس بعد كده دي هغطيها لحد ما تختمر، وانا هعمل بقى الصينية التانية وارجع لكم. انا كده عملت الصينيتين يا جماعة اهوت واختمروا معايا اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ اعمل ايه؟ انا هجيب هنا معلقة عسل اسود وشوية مية، انا دي اللي هدهن بيها الوش. اللي حابب يدهن لبن يا جماعة يدهن، اللي حابب يدهن صفار بيض برضو متاح. هنا بشاور لكم على واحدة هيت انا ما قفلتهاش كويس ففي الخمر فتحت زي انا ما كنت بقول لكم في الاول. انا عندي هنا بعد ما ادهن هرش رشة سمسم متحمص على الوش اهو يا جماعة، علشان تدينا منظر وطعم جميل. والسمسم مفيد جدا للأولاد. اهو يا جماعة انا هبدأ ادهن كل الكمية بالطريقة دي، وهوزع كل السمسم على الوش. وبرضو ممكن ادهن معلقة لبن، ممكن ادهن معلقة نسكافيه بشوية مية. كل دي يا جماعة. وممكن لو ما عنديش اي حاجة خالص اجيب شوية معلقة سكر وشوية مية وادوبهم في بعض، وبعد كده ابدأ ادهن بيهم العجينة. كل ده يا جماعة اختياراتك، اختاري اللي انت عندك ومتاح. ادهني بيها. كل دي بتدي الالوان اللون الذهبي الجميل اللي هتشوفوه بعد ما تدخل في الفرن بإذن الله. انا هبدأ بقى اخلص ادهن الصينيتين زي كده وهرشهم سمسم، وهخلص كل المقدار كله، وبعد كده هبدأ ادخلها فرن انا مدفياه قبليها. وهتدخل يا جماعة على نار متوسطة علشان تبدأ تنفش معايا وتبقى قطنية
وهوريكم لما تطلع في الفرن من الفرن بإذن الله هتبقى عاملة ازاي. انا دي تاني صينية يا جماعة بدهنها برضو اهي دهنت زي ما قلتلكم. وبعد كده هبدأ ارشها بالسمسم، وبعد كده هبدأ احطها في الفرن زي ما انا قلتلكم. وهرجع بإذن الله بعد ما تطلع من الفرن هوريكم شكلها وهي ذهبي. اول ما تاخد لون يا جماعة من تحت هبدأ اشغل عليها الشواية من فوق، ولو عندي البوتاجاز بيشتغل من فوق وتحت يبقى هنشغل تحت الاول، وفوق هيبقى هادي خالص علشان تاخد وش بسيط. هنا انا هدخلها الفرن وارجع لكم بعد ما تطلع من الفرن باذن الله. كده يا جماعة دي اول واحدة هي طلعت. شايفين الجمال والروعة، شايفين اللون ذهبي وجميل اهوت، كله شبه بعضيه وبرضو من تحت لونها ذهبي وجميل. هبدأ هنا يا جماعة ان انا اغطيها بكيس بلاستيك علشان البخار يخليها تبقى طرية وترد من حرارة البخار بتاعها. انا بعمل في كل المخبوزات كده يا جماعة، وجربوا التكة دي هتدعولي بإذن الله وهتعجبكم. وهنا بعد مرور 10 دقايق شايفين الطراوة، شايفين بدوس عليها قطنية وناعمة ازاي. انا هنا عندي صوص شوكولاتة وصوص كراميل برضو ده انا عاملاه على القناة معاكو. صوصات اقتصادية يا جماعة، انا ما بشتريش حاجة من برا علشان اوفر على نفسي ويبقى عندي الحاجات في بيتي وتبقى الحاجات متاحة واقتصادية واقدر اعمل اللي انا حابة اعمل للاولاد بيه. وبرضه هقول لكم اللي ما شافش الصوصات دي يا جماعة يخش عندي على القناة وهيلاقيها متاحة بإذن الله. كده انا هبدأ اعينها من الصينية واحطها في طبق التقديم. شايفين يا جماعة الطراوة والحلاوة. وبرضو الصينية التانية هجيب طبق تقديم وهطلعها فيه بإذن الله. وعايزة اقول لكم اللي ما عندوش الصوصات دي ممكن يجيب عسل ابيض او شربات من بتاع الحلويات ويسقيها برضو بيها علشان تدينا طعم حلو وجميل. وطبعا اللي هي محشية بالجبنة مثلا طبعا مش بنحط لها شوكولاتة، ممكن نحط لها كاتشب، مايونيز، اللي انت حباه برضو في الاخر واللي ولادك بيحبوه. يعني هي خلية النحل دي يا جماعة بتتعمل حلو وحادق. اهو يا جماعة انا خلصت اهو كده. هقطع لكم واحدة دلوقتي وهوريكم ان هي هشة وقطنية. شايفين الملمس يا جماعة، شايفين اللون ابيض ازاي، شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله. وهفتح لكم واحدة دلوقتي علشان تشوفوا الحشوة اللي جوه عاملة ايه. اهو شايفين يا جماعة الحشوة اللي جوه الشوكولاتة اهي، وما طلعتش منها ولا حاجة، الحشوة لسه زي ما هي. وشايفين الطراوة وقطنية وجميلة واسفنجية وبسم الله ما شاء الله عليها. وألف هنا وشفا على كل اللي هيجربها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة. عايزة منكم لايك بقى يا جماعة علشان الفيديو الحلو ده، ويا رب تجربوه. وبألف هنا وشفا على أولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايب قلبي، دمتم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.